السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر دويت تي في على هذه الاستضافة. احنا جينا المعرض أول شيء نتعرف على الوكالات المغربية اللي بيشتغلوا معنا في مجال الحج والعمرة. تاني شيء بنعرض الفنادق بتاعتنا اللي موجودة هنا للناس اللي موجودة اللي يشتغل في مجال الحج والعمرة. الحمد لله احنا من أقدم الشركات الموجودة. طواف ترافل تقريبا 25 سنة لينا موجودين في السوق، اللهم لك الحمد. وجينا هنا نتعرف على الشركات ونقدم معهم العقود، عقود الفيزا، الفنادق في مكة والمدينة، وإن شاء الله يكون شيء مشرف لينا والمملكة المغربية، ويدوم الشغل بإذن الله بيننا وبين الوكالات المغربية اللي موجودة. معك مدام أيت عطوش خديجة، أجونس أنور اللي من مراكش. ماشي تاني مرة كنجي لهاد المعرض. كنت العام اللي فات كان فيه لي ستوند أكثر من هذا العام، ولكن الحمد لله على كل حال مزيان. تجي تشوف الناس اللي كتعامل معاهم طول السنة، كتجي كتشوف الجديد. هذا هو الإيجابي في هذا الملتقى. وكنشكركم تنتوما على دويت تي في على هذه المساهمة اللي كتساهموا وكتشاركوا أصحاب الوكالات في هذا المسار ديالهم، وشكرا لكم. عليكم. Alors déjà كنشكر دويت تي في pour l'invitation. الله يجزيكم بخير. الاسم ديالي هو ابتسام بن جلون. Je suis gérante et directrice de l'agence de voyage Travel for Fun. جيت لهنا باش نشوف هذا الملتقى، ماشي أول مرة بيان سور. جيت باش نشوف لي ديفيرونت لي تيو ولا لي زاجونس اللي كيجيو باش نتلاقاو، وباش يكون واحد الخدمة اللي تكون تقدري تقولي لنا شنو الرساله لهذا الملتقى اللي جيتوا؟ الوغ الرساله لهذا الملتقى هو انه مثلا انا اون اجونس دو فواياج اللي في كازا، اوليو باش نمشي نتلاقى بالناس ديالي في مراكش، في فاس، في هادي دونك كلنا تجمعنا هنايا. سا دان كوتي اي دو لوتر كوتي لي سوسيتي مع من غنخدموا مع من كنخدموا ديجا كتكون اون ميزاجور، كيكونوا دي انفورماسيون اللي جداد كنعرفوهم، وناس بيان سور هما اللي جداد كنتعرفوا عليهم. اي كتكون بحال واحد اللقاء كيكونوا اصدقاء وكنتعرفوا ما بيناتنا، وكنكونوا اصدقاء جدد كذلك اللي كنتعرفوا عليهم. السلام عليكم. احنا فندق شيراتون مكة جبل الكعبة. معكم وليد أسامة مدير قسم المبيعات. احنا فندقنا في جبل الكعبة على التوسعة الجديدة، توسعة الملك عبد الله الجديدة في جبل الكعبة. احنا فندقنا في الفندق الوحيد اللي فيه جسر من الفندق للحرم مباشرة. الفندق بيتكون من 412 غرفة، ما بين طبعا غرف وسويتات. وعندنا طبعا احنا مشاركين في معرض المغرب، وعندنا بنوزع الاسعار بتاعتنا على شركات السياحة علشان ان شاء الله نجيب مجموعات من السوق المغربي على الفندق. الملتقى ده بيتعمل كل سنة، الشركات والفنادق كلها بتشترك فيه علشان نزود المعتمرين اللي بيجوا من السوق المغربي. الحمد لله فندقنا فيه كتير من الجنسية المغربية بتجيلنا فيه كتير، الحمد لله بنقدم لهم افضل الخدمات، وان شاء الله نفضل دايما عند حسن ظنهم. اول شيء السلام عليكم. اشكر جريدة دويت تي في على الاستضافة. احنا اليوم سعيدين جدا بحضورنا للملتقى الدولي للحج والعمرة في المغرب. احنا مجموعة فنادق الراجحي، مجموعة عبارة عن 4 فنادق عند مسجد الراجحي، والفندق الخامس عند الحرم. الفنادق 5 نجوم بتقدم خدمات 5 نجوم بأسعار اقتصادية. سعيدين جدا بحضورنا للمعرض. المعرض للأمانة كان جميل، كل الخدمات متوفرة، الناس جدا متعاونة. شكرا لكم. معكم عبد الواحد والسكفي، مندوب شركة الأرائك للسفر والسياحة. هي الشركة الأم اللي كاينة في السعودية. واحد المستثمرين سعوديين داروها تما هذه مدة 2 3، وداروا لها فروع في الإمارات وفروع هنا في الدار البيضاء، فروع في المغرب. كاين واحد في الدار البيضاء في غاندي، واحد في الجيش الملكي، وواحد في المحمدية، وواحد في الرباط، وواحد في مراكش. الهدف ديالها هو التسويق ديال العمرة بجميع الحالات ديالها، بما فيها الفيزا بوحدها، بالترونسبور ديالها، بالسكن ديالها، بطائرتها هي اللي كانت موجودة، وعاد اللي بغى الاوتيلات كلهم كاملين بحال هكا. وحنا موجودين اي حاجه. جينا اليوم، عندنا اليوم الخميس، عندنا اليوم عريض
داروا المريض كديروا الوكالات ديال السعوديين كله باش يسوقوا المنتوج ديالهم. جينا درنا المنتوج ديالنا حنا الحمد لله، راك شفتوا كانت عامر بحال هكا وسوقنا كلشي الحمد لله. السلام عليكم. طبعا معكم محمد الحربي من شركة صفا. طبعا شركة صفا هي من الشركات اللي تساعد شركات العمرة في سهولة إصدار التأشيرات ومعالجتها من خلال تطبيق أو برنامج ينزل على أجهزة الكمبيوتر. طبعا وبرضه نقدم خدمات التأشيرات، حجوزات فنادق وتذاكر طيران والنقل وبعض الخدمات السياحية. فأهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. علاء حسن من شركة منازل المختارة بالمدينة المنورة. طبعا في البداية أنا بأشكر جريدة واي تي في على هذا اللقاء، وطبعا أحب أن أنا أشيد بتنظيم المعرض في دولة المغرب. ما شاء الله التنظيم أكثر من رائع، ويعني ده العهد اللي احنا عارفينه دايما عن دولة المغرب. يعني بالنسبة لينا احنا كشركة منازل المختارة، احنا عندنا شركة عمرة وعندنا شركة فنادق في المدينة المنورة. عندنا حوالي 13 فندق في المدينة المنورة، وعندنا شركة عمرة تأشيرات، وعندنا جميع خدمات العمرة والحج. حياكم الله في شركة دار الإيمان، شركة تصميم في الفنادق والخدمات السياحية في المملكة العربية السعودية. الله يحييكم. الملتقى بشكل عام ملتقى سنوي بيكون موجود، ملتقى البرامج السياحية والفنادق في المملكة العربية السعودية. الحمد لله يعني في عدد زوار جدا رائع من المهتمين في مجال العمرة والحج والمملكة العربية السعودية بشكل عام. فما شاء تبارك الله إقبال كبير من الشركات المغربية وفي تعاونات مرة كبيرة بتكون بين الطرفين. بالنسبة للملتقى، هو أول ملتقى يتعمل في المغرب ولا؟ لا من زمان بيصير. ايوه اللي هو الآن فوق نعم. فهو بيصير على طول. لا صار في 2018 كان في مراكش، بعد كده رجع مرة ثانية على كازا، وصار بيصير في كازا له فترة. يعني لو سمحت يا أستاذ عبد الله، إيش الرسالة من الملتقى؟ التعاون بين شركات العمرة والسياحة الموجودة في المغرب مع الشركات السعودية الموجودة كفنادق أو خدمات عمرة أو خدمات سياحية في المملكة العربية السعودية. حياك الله. الله يحييكم يا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم. خيرهم كثير على الناس، يساعدون الناس، يحبون يتجملون مع الرجال. تفضل. السلام عليكم. كيف الاخبار؟ لا يا عمي بس عشان اساسا لا تجي